الوغ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. العرض ديال اليوم إن شاء الله اللي غنهضروا فيه على العلاقة بين التغذية والجمال البشرة والعناية بها عموما. هذا موضوع جد مهم غينفع بزاف ديال الناس، خصوصا السيدات اللي عندهم واحد أهمية كبيرة في الاهتمام والعناية دونك الموضوع ديالنا اليوم هو العلاقة بين التغذية والجمال ديال البشرة. وهذا موضوع كيغفلوا عليه بزاف ديال الناس، لا السيدات ولا الرجال، فكيعتقدوا أنه فقط العناية الخارجية هي الكفيلة فقط بوحدها بأنها باش تخلي البشرة ديالنا مزيانة ونحافظوا عليها، ويعني نزيدوا واحد الرونق أو نحلوا المشاكل ديالها إلا بغينا نقولوا. دونك العوامل اللي كتأثر على الجلدة كاين كنطاوي في جوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى اللي كتسمى العوامل الداخلية، بحال كل ما هو وراثي، الهرمونات، الشيخوخة، وهذه في كثير من الأحيان كتكون واحد العوامل اللي خارجة عن السيطرة ديالنا. مثلًا شي واحد مع كأنه كيتقدم في السن، فشيء أنه طبيعي أن البشرة ما كتبقاش بنفس يعني الجمال ديالها، ما كتبقاش بنفس النضارة، ما كتبقاش شادة راسها كما كانت صغيرة. هادو مسائل اللي خارج نوعًا ما عن السيطرة ديالنا، ولكن كاين واحد العوامل أخرى اللي كتكون إلى صح التعبير تحت السيطرة ديالنا. بحال العناية بالبشرة خارجيًا، النظام الغذائي شنو كناكلوا، النمط ديال الحياة الstyle de vie كيفاش عايشين. هذه كلها أشياء إلى حدٍ ما حنا نقدروا أننا نتحكموا فيها. إذا هنا كاين جوج العوامل. إذا نركزوا أكثر على المسائل اللي حنا كنقدروا نتحكموا فيها، باش على الأقل حنا كنكونوا درنا داك الشيء اللي علينا باش نحافظوا على البشرة ديالنا. دونك يمكننا أننا نقصوا من المشاكل اللي كتصيب البشرة ديالنا عن طريق الحد من هاد العوامل اللي هي الخارجية. بحالاش؟ بحال مثلًا تعرض لأشعة الشمس، les ultraviolets، بحال دابا مثلًا التلوث، بحال النوم، يعني الإنسان ما يحرمش راسو من النوم الكافي، بحال الضغوطات أو الstress، بحال سوء التغذية. هاد المسائل كاملة كتساعد بأن الإنسان يحد نوعًا ما أو بشكل كبير من المشاكل ديال الجلدة. إذا قدرنا أننا نوعوا بها ونحدّوا منها، فأننا غادي نقدروا أننا نحافظوا مزيان على البشرة ديالنا. دونك غادي نهضروا على واحد 4 د النصائح من بين مجموعة ديال النصائح كثيرة، ولكن اختاريت أنا هاد ال4 هادو اللي غادي يعاونونا بزاف باش أننا داخليًا عن طريق التغذية نحافظوا على البشرة ديالنا وتكون في واحد الشكل اللي هو جيد وفي واحد الجمال معيّن. رقم 1 هي إضافة الخضروات والفواكه تكون نابضة بالحياة، يعني ديك النوع ديال الخضروات اللي هي غنية بالأملاح المعدنية. نوع د الخضروات أو الفواكه اللي هي غنية كذلك بالفيتامينات أو المغذيات اللي ممكن تخلّي البشرة بشكل جيد. دونك اللي كيميز الخضروات والفواكه اللي كتكون باقا خضرا هي أنها كتبقى محافظة أكثر على المكونات الغذائية ديالها، هذا رقم 1. كيبقاو فيها الألياف، هذا رقم 2. إذًا جوج حوايج أنا بالنسبة لي أساسيين في التغذية إلا حافظ عليهم الإنسان مزيان بعد على الأقل. رقم 1 هما السلطات، لي صالاد ويكونوا متنوعين، ولي صالاد اللي كيكونوا خضرين، مثلًا بحال الخس، الفلفلة، الخيار، ما عرفتش، آآ سميتو الطماطم، إلى غير ذلك من الربيع، السبانخ. هادو كلها إلا قدرنا نديروا واحد الأطباق ديال الشطادة كل نهار، راه غادي نحاولوا نوفروا واحد القدر كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية للجسم ديالنا وبالتالي للصحة ديال البشرة ديالنا. كذلك الفواكه، وخصوصًا الفواكه الموسمية، بحال مثلًا حنا في هذا الوقت هذه متواجد بقدر أكثر، يعني الفريز موجود. غندخلوا مازال في الصيف، العنب جاي كذلك حتى هو مزيان، الرمان حتى هو جاي في فصل الصيف، إلى غير ذلك. الحمضيات بحال مثلًا الحامض أو الليمون، آآ سميتو البرتقال حتى هو جيد، إلى غير ذلك من هذه المسائل اللي ممكن تغني الطابلة ديالنا أو الماكلة ديالنا كل نهار. النصيحة الثانية هي نحتفظوا أو نحافظوا ونقدّموا كذلك الترطيب الكافي للبشرة ديالنا عن طريق أننا نشربوا الماء بالقدر الكافي، وكذلك ناكلوا المسائل اللي غادي تحافظ لنا على البشرة، الترطيب ديال البشرة. ومن بين الحوايج المهمة اللي كتحافظ على ترطيب البشرة هي لي زوميغا 3. هذا هو واحد النوع ديال الدهون اللي هي جيدة
اللي كتواجد في المصادر النباتية وكذلك في المصادر الحيوانية. هاد لي زوميغا 3 عندها القدرة أنها تقدر تكون واحد الحاجز باش البشرة ما تنشفش بزاف، وبالتالي كتحافظ على الترطيب وتحافظ على الكمية د الماء اللي كاين في وسط البشرة، وبالتالي عندها خصائص مضادة للالتهابات. وهنا كاين مجموعة ديال المشاكل اللي كتصيب البشرة اللي كتكون هي عبارة عن التهابات، ولي زوميغا 3 كتحافظ على أنها هاد النوع د المشاكل ما تنتشرش بشكل كبير، بحال مثلًا حب الشباب، بحال مثلًا الصدفية. إذًا لي زوميغا 3 واحد المصدر غذائي اللي كيتواجد مثلًا في الأفوكا، اللي كيتواجد أيضًا في بعض أنواع الحبوب، كيتواجد أيضًا بقوة في بعض الأنواع ديال السمك. وهنا يجدر الإشارة لأن هاد الأنواع ديال السمك خصها تكون الطهي ديالها بواحد الشكل اللي هو جيد. مثلًا لمّا نتكلم على السردين عندنا موجود بزاف في المغرب، غني بلي زوميغا 3، ولكن الطريقة باش كيتطهى في القلي كتقدر تحرمنا من نستافدوا من ديك لي زوميغا 3 ديال السردين مثلًا على سبيل المثال، وإلى غير ذلك. الكالامار كذلك كيتقلاو، وبالتالي كنقدروا نتحرموا من الفوائد ديال الأوميغا 3 ديالو، ولكن إلا طهى بواحد الطريقة مختلفة ممكن نستافدوا منه وبقوة. كاين النصيحة رقم 3: ناكلوا البروتينات النباتية من الأطعمة أولًا. المهم البروتينات يعني الأطعمة البروتينية عمومًا سواء حيوانية أو نباتية راه مهمة. علاش؟ لأنها كتواجد لأن الجلدة راه بواحد القدر كبير راه كتكون من بروتينات. دونك بحالاش هاد الأنواع د البروتين بحال الإلاستين والكولاجين والكيراتين وسيرتو الكولاجين. فالبشرة من أكبر المكونات ديالها هي الكولاجين، هو زعما البروتين الأكثر تواجدًا في الجسم، وكيدعم البشرة الناعمة. يعني كل ما كان الكمية ديال الكولاجين متواجدة بالقدر الكافي، كل ما كانت البشرة ناعمة ومزيانة وعندها الترطيب ديالها الكافي. طبعًا مع التقدم في العمر راه هاد الكولاجين هذا كينقص، ولكن إلا اهتمينا التغذية ديالنا بالتواجد بالكولاجين بالقدر الكافي، فهذه مسألة غادي تقدر تبطأ أو هاد العملية ديال الشيخوخة والتجاعيد اللي كتبان ولا الخشونة اللي كتكون في الجلدة. دونك من بين الأطعمة النباتية اللي هي متواجد فيها الكولاجين بشكل كبير، عندك البقوليات. يعني مثلًا يعني كاين بعض المناطق كيقول لها الخبيزة، كاين اللي كيقول لها. المهم كاين كذلك لي زيبينار أو السبانخ كذلك غنية بالكولاجين. كاين الحبوب اللي هي كومبليت، الخضروات، المكسرات اللي هي مثلًا بحال النوا إلى غير ذلك، البذور. كل هذه مجموعة ديال المصادر غذائية نباتية اللي فيها كولاجين اللي غادي ينفعنا باش نحافظوا على التواجد ديال هذا البروتين هذا في الجلدة، وبالتالي أن الجلدة كتبقى ناعمة رقم 4، وهذه مسألة جد مهمة، هي لا flore intestinale أو الجهاز الهضمي ديالنا. يعني إلا حافظنا عليه يكون سعيد نشط، هذا كتعبير مجازي، فهذه مسألة مهمة. طبعًا الفلورا المعوية ديالنا كتواجد فيها واحد العدد كبير ديال البكتيريا والبكتيريا النافعة أو الضارة. فتواجد البكتيريا النافعة أكثر هذا شيء إيجابي على البشرة، والعكس كذلك. فمن بين الحوايج اللي كتقال أنه إلا كانت واحد النوع ديال البكتيريا غير جيدة في الأمعاء، فراه كتكون عندها واحد التأثير على ظهور يعني حب الشباب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى البكتيريا النافعة إلا كانت مزيانة، فراه هذا كيعني أن هضم جيد، امتصاص أكل مزيان، بالتالي هذا عنده تأثير على الجسم عمومًا وحتى على البشرة بشكل خاص. إذًا خصنا نهتموا بهاد الفلورا المعوية من ناحية هاد البكتيريا النافعة. إذًا كان هذا واحد التقديم باش نقرّبكم أكثر من الأهمية ديال مجموعة العوامل اللي حنا ممكن نتحكموا فيها على البشرة باش تكون مزيانة، وسورتو التغذية لأن كتهمنا بزاف، وخصوصًا في الاتجاه ديال الشركة ديال Forever Living اللي عندها هي رائدة عالميًا فيما يخص المكملات الغذائية. علاش حنا غادي نهضروا على المكملات الغذائية؟ لأنه بكل بساطة في الحياة اليومية ديالنا راه غادي يصعب علينا أن نوفروا للذات ديالنا ما يكفي من هاد المواد المغذية اللي ممكن تنفعنا في الجلد ديالنا. وهنا يعني كنذكر بالخصوص الناس اللي عندهم مشاكل على البشرة، بحال قبيلة ذكرنا مشاكل الصدفية، ذكرنا آآ الشباب مثلًا، الناس اللي عندهم بشرة حساسة، الناس اللي باغيين يحافظوا على البشرة ديالهم ضد التجاعيد.
أو الشيخوخة، هادو كلهم غادي يحتاجوا لمكملات غذائية أكيد في هاد الزمن اللي حنا عايشين. فأنا غادي نحاول أننا نتصفحوا الكتالوج ديال فوريفر، وكل ما بان شي منتج سيساعد كمكمل غذائي في هاد القضية هذه غادي نهضر عليه. إذا أول منتجات اللي غنهضروا عليها هي المشروبات، المشروبات ديال الألوفيرا اللي هي كتعتمد على الألوفيرا. الألوفيرا كمصدر نباتي هي واحد النبتة معروفة، هذاك لو جيل ديالها رقم واحد هو أنه غني بمضادات الأكسدة، هي مجموعة الفيتامينات وأملاح معدنية إلى غير ذلك من هاد مضادات الأكسدة. طبعًا عندها واحد التأثير إيجابي على محاربة الشيخوخة، وبالتالي كنحافظوا على لو جوفونس وعلى الشباب ديال البشرة. هذا شيء اللي هو أقل شيء ممكن نهضروا على الألوفيرا. إذا ينصح بأننا نكونوا كنشربوا الألوفيرا بانتظام. آخر كاين مثلًا بعض المكملات الغذائية بحال لا فيتامين سي اللي هو من بين أقوى مضادات الأكسدة اللي كاينين، عنده تأثير إيجابي على البشرة، هذا أكيد. كاين كذلك فوالا قبل ما ندوز هذا المنتج اللي هضرنا عاد آخر نصيحة اللي كانت على مستوى ديال التغذية وهي الفلورا المعوية. دونك فوريفر عندها هذا المنتج هذا اللي فوريفر أكتيف بروبي، اللي عبارة عن كبسولات. كل كبسولة كاين 8 الأنواع ديال البكتيريا النافعة، وما يقارب منها 8 المليار، يعني واحد الكم هائل ديال هاد البكتيريا هذه. فالناس اللي هما ربما عندهم مشكل ديال تواجد البكتيريا النافعة اللي غيكون عندها تأثير سلبي على البشرة، ينصح بالإضافة للألوفيرا فيرا ياخذوا هاد اللي فوريفر أكتيف بروبي، عندها أكيد تأثير اللي هو إيجابي. كاين واحد المنتج ما خصنيش ندوز عليه اللي هو فوريفر سوبر جرينز. هذا واحد المنتج اللي الصراحة رائع جدًا ومفيد في هاد القضية ديال البشرة، لأنه كيحتوي على عدد كبير جدًا من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هي مصدرها كل ما هو أخضر، كل ما هو أخضر وأحمر داكن. دونك هذا منتوج اللي هو زعما في المستوى عنده علاقة بالموضوع ديالنا ديال اليوم اللي كمكمل غذائي. كاين كذلك هذا المنتج هذا اللي هو مهم بزاف، اللي هو فوريفر دايلي. هذا فوريفر دايلي هو واحد ملتي فيتامين، كما كتلاحظوا هنايا زعما لي كومبلكس فيتامين بي الفيتامين أو سي و دي اللي عندهم علاقة بالبشرة إلى غير ذلك من الفيتامينات والأحماضية اللي عندها تأثير إيجابي على البشرة. هذا كذلك ينصح بأنه يؤخذ بشكل يومي. بالنسبة كاين كذلك هذا المنتج هذا باش ما ننساهش اللي هو الفوريفر فايبر اللي فيه الألياف من مصادر نباتية. وهاد الألياف عندها واحد الدور مهم بزاف. قبيلة هضرنا على هادوك لي بروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. فهاد البكتيريا النافعة خصها تتغذى باش أنها تكاثر وتكون يعني عندها واحد التأثير إيجابي، وهي كتغذى على هاد الألياف هادو. يعني مثلًا شي واحد هو كياخذ البكتيريا ولكن في الأكل ديالو ما كاينش الألياف، ما كياخذش مثلًا الفواكه بالقدر الكافي. الأغلبية كياكل آآ الأكل اللي هو طايب، يعني طايب في العافية، بالتالي كيفقد الألياف. فهنا كيحتاج الإنسان أنه ياخذ هاد الforever fiber باش كيقدّم للأمعاء ديالو داك الغذاء لهاديك البكتيريا اللي خصها تتكاثر، وباش أنها تنفعنا في الجسم ديالنا، وخصوصًا في الموضوع ديالنا اليوم ديال هذا كذلك منتوج اللي الصراحة يُنصح به كثيرًا. علاش؟ لأن أول حاجة عنده أصل ديال هذا بعدا باش نقرّب لكم الناس اللي ما عارفينوش. forever ultra light ultra هو c'est un complément alimentaire اللي كيتعتبر غذاء كامل من داخل واحد البودغ أصلها نباتي. فيها فيتامينات، أملاح معدنية، بروتينات وكربوهيدرات. يعني كاين واحد الغلاقة لداخل، ملعقة كنخلطوها مع عصير، مع حليب، نشربوها، كتعتبر وجبة غذائية كاملة، متكاملة إن صح التعبير. ف يعني الناس اللي غيكون عندهم داك النقص أو كياكلوا بزاف على برا، ولا في الخدمة ما كيلقاو ما ياكلوا، ولا كينوضوا زربانين في الفطور خصهم ياكلوا شي حاجة، ممكن يعتمدوا عليه كذلك. علاش؟ وبالتالي فالفيتامينات، الأملاح المعدنية، البروتينات النباتية، هذا غيكون عندها تأثير إيجابي على البشرة. إذا هنا بغيت نجبد بين قوسين بعض الحالات مثلًا المرأة الحامل معروف أنها كيكون عندها احتياج أكثر للأكل أكثر من الناس العاديين، لأن عندها الجنين تا هو كيقتات معاها، فكتحتاج الإضافة في الأكل. فمن بين أحسن الإضافات اللي تقدر تضيف هو الultra light في الأكل ديال المرأة الحامل.
طبعا الحوايج الاخرين ذكرنا هما مهمين بالنسبه ليها، بحال ما لي بروبيوتيك، بالاضافه لمسائل اخرى حنا غادي نهضروا عليها ان شاء الله. بقى واحد منتج مهم ما بانش ليا وهضرنا على بعض المكونات ديالو، فاظن انني دوزته بلا ما نرد البال، فغادي نحاول انني نرجع لهذا الشيء اللي داز لربما نلقاه. هو هاد هاد المنتجين هادو فوالا. فوريفر اركتيكسي، فوريفر اركتيكسي هما عباره عن كبسولات فيهم زيوت السمك، 5 انواع الزيوت، يعني كبسولات اللي هي غنيه بليزوميغا 3. قبيله هضرنا على الاهميه ديال الاوميغا 3 على الحفاظ على الطراوه والرطوبه ديال الجلده، وكذلك مساله الالتهابات، يعني حب الشباب، الصدفيه الى غير ذلك من المشاكل الجلديه. اذا لي زوميغا 3 من بين احسن المكملات الغذائيه اللي يقدر ياخذهم الناس اللي كيهتموا اكثر داخليا باش يكون عندهم بشريه جيده. كاين كذلك الكالسيوم. الكالسيوم هذا فقط غادي نهضر عليه جانبيا، لانه بالنسبه للمراه الحامل من بين احسن المكملات الغذائيه ممكن نعطيوها للمراه الحامل. اذا اظن انني هضرت على اغلبيه المكملات الغذائيه اللي ممكن انها تكون عندها تاثير ايجابي على مستوى البشره. السلام عليكم السي كريم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي شهادة بالنسبة لهاد المنتوجات اللي ذكرتي اليوم، بالنسبة تفضل. للتأثير ديالها على البشرة. في الحقيقة خديت ماشي واحد ولا جوج من هادو اللي قلتي، وبالتتابع، أنا نقول لك بالتتابع كي خديتهم. مهم. أول منتوج كنت تناخدو هو الأوميغا 3 لاركتيك سي. لاحظت بأنه فعلًا إلا خديتي الأركتيك سي ككبسولات وكتستهلكهم يوميًا، كتحس بواحد الرطوبة كتعمل الجلد ديالك، وبالدرجة الأولى في الشعر. أنا لاحظت هاد الملاحظة بالنسبة للشعر مع الأركتيك سي. بالتالي اللي تبعته من بعد هادو كان عندي الديتوكس، وخديت منه البروبيوتيك، وخديت معاه في نفس الوقت، تناخدو معاه في نفس الوقت، كنديرو في لي صالاد هو لي فايبر يوميا كناخدوهم. اللي تالي لهاد الجوج، تالي لهاد الجوج من بعد لاركتيك سي، هو هذا اليولترا لايت، لانه تزامن مع واحد الوقت كان عندي انا مشكله الهرمونات، كنت فاقده الحديد شويه، وتناخدو، وكان عنده واحد التأثير كبير لا على البشرة ولا على المشكل الصحي اللي كان عندي. عجبني بزاف اليولترا لايت، وتنفكر دابا ان شاء الله ناخد هو اللي عاجبني انا بزاف واللي ذكرتيه نيت، هو سوبر جرين. انا عازله ان شاء الله من بين الاهداف ديالي هو ناخد هذاك السوبر جرين نستهلكه ان شاء الله. ان شاء شكرا الله سي كريم. تعالى ننصحك به وبشده. ان شاء الله باذن الله. بارك الله عليك اختي، شكرا شكرا.